بسم الله الرحمن الرحيم. في الدنيا إخوان هم لحب الباقي عنوان قولهم في الهم. حدث، ما هي ضوابط الحب؟ والحقيقة يعني الضوابط الحب كثيرة، لكن نتكلم عن أهم الضوابط. نعم. الضابط الأول أن يكون هذا الحب يعني ضمن أحكام الإسلام، لا يخرج عن أحكام الشريعة، سواء كان حب الرجل لأخيه في الله أو لصديقه أو حب الرجل للمرأة، لا يخرج عن ضوابط الإسلام. هذا واحد. الأمر الثاني ألا يكون فيه غلو، لأن الغلو في الحب قد يؤدي للتأليه للتعظيم، نعم. وقد يؤدي للشرك، وهذا ما حدث أو غيره. لا نتكلم عن يؤدي للتأليه للتعظيم، نعم. وقد يؤدي للشرك، وهذا ما حدث مع الشيعة قد يكون أيضا، أو غيره. لا نتكلم عن فرق محددة، نتكلم أنه حدث مع بعض المشركين يشرك مع الله الملائكة، نعم. أو الأنبياء، حتى يحب النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، صلى الله عليه وسلم، يصبح يحبه أكثر من حب الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أحسنت. أو يحب حبيبته ومعشوقته نعم. أكثر من حب الله، حتى أنه يعبدها من دون الله، حتى أنه إذا أمرته بأمر امتثل لها صاغرا ذليلا، وإذا أمره الله بأمر أعرض عن أمر الله. هذا قد يصل إلى مرحلة من الشرك من حيث لا يشعر. نعم. بل تقديم المحبوبات الطبيعية إذا قدمناها على طاعة الله فهذا من الفسق. قال سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. نعم. ضوابط الحب. الضابط الثالث أن لا يؤدي هذا الحب إلى أيضا محرم، فكل وسيلة إلى الحرام فهي حرام. ولا تقربوا الزنا. إذا كان والله يعني حبي لفلان يؤدي إلى أن يعني إلى وقوعي في المحظورات، فيجب أن أقطع هذا الطريق على الشيطان، ولا تتبع خطوات الشيطان. نعم. نعم. هذه أيضا من الضوابط الأساسية. دكتور، على طاري ما ذكرت أنه أحيانا بعض الناس قد يحب شخصية معينة. أنا حقيقة بصدد ذكر المشاهير الآن كثيرا من شبابنا للأسف قد يحب شخصية معينة فيقلده تقليدا تاما، حتى وإن كانت هذه الشخصية كافرة. ما يسمى هذه الأيام بالإعجاب. أنت كيف والله يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. إذا كان كافر أو فاسق وأنت تتشبه به في طريقة كذا لبسه أو مشيته فأنت هذا الحب خرج عن الحب الشرعي. نعم. أنك أحببت من أغضب الله. نعم. رجل أغضب الله أن تحبه بل تقلد حركاته، فهذا الإعجاب لا شك أنه محرم، لأنك أعجبت بشخص لا يحبه الله أو أعجبت بشخص يغضب الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أنك أيضا وصلت إلى مرحلة أن تقلد حركاته. المفترض أنك أنت إذا حببت أن تحب الشخص هذا الذي يحب الله والذي لا يقع في المعاصي ولا يعلن بها، لا يكون فاسق. حتى الذي يقع بالمعاصي، كلنا نقع بالمعاصي لكن يسر بها على الأقل. لكن أما يجاهر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. نعم. كيف بالكافر؟ نعم. وقال ابن تيمية: التشبه بالكفار ظاهرا يؤدي إلى التشبه بهم باطنا، حتى أحيانا يتطور الأمر فالإنسان ينسلخ من دينه، حتى يقول: يا أخي الكريم، هذا الرجل فعلا حقق نجاحات ورجل عظيم ومشهور وكذا، وأنا يعني أموت فيه كما يقال. نعم. شفت؟ نعم. فيصبح الإنسان والعياذ بالله يقلد في كل شيء، حتى أنه أحيانا يأخذ صورة شخصية معه ويذهب معه ويجيء معه حتى ينسلخ من دينه من حيث لا يشعر. الشيطان له مدخل في هذا. أحسنت دكتور. هو حقيقة الشيطان يمكن من الجن وأيضا الشيطان من الإنس. الآن بدأت وسائل الإعلام تجمل وتصور بالذات للمشاهير، فأصبح شبابنا الآن وحتى فتياتنا يعني كما ذكرت يتشبهون. لكن سؤالي حقيقة أنا دكتور الآن، كيف نوجه شبابنا وفتياتنا مثلا لحب الرموز الإسلامية، الرموز الخيرة؟ ما في داعي تكون إسلامية، قد تكون يعني مسلمة. نعم. أي إنسان يحقق نجاحات. نعم. بما أنه لا يغضب الله سبحانه وتعالى، سواء كان متدين كما هو دارج الآن. لا أرى التعريف هذا متدين وغير متدين، المسلم كله متدين. نعم. لكن أقول سواء كان متمسك نعم. أو كان يعني في ضعف بتمسكه في الدين. نعم. هذا لا يهمنا. يهمنا أن هذا الرجل حقق فعلا نجاح وأسعد البشرية في بالضبط. أي أمر ديني أو دنيوي. لكن السؤال أو علمي. نعم. كيف يكون التوجيه لمثل هؤلاء الشباب؟ والله التوجيه يكون لهم بأن يوجهوا للقدوات الصالحة في المجتمع. يوجههم، تكثف البرامج حول هؤلاء القدوات،
تبرز أهم الجوانب الشخصية في حياتهم، تبرز قصص حياتهم، كيف كافحوا، كيف وصلوا إلى ما وصلوا إليه، تبرز أمام الشباب أمام الفتيات، يجعل عليها مسابقات، برامج تفاعلية حتى نعلق الشباب بهؤلاء، ولكن لا ننسى أنهم لا يتعلقوا بهؤلاء أكثر من تعلقهم بالله سبحانه وتعالى، لا يتعلق بهؤلاء فينسوا أن الله سبحانه وتعالى هو صاحب الفضل الأول، هو الذي أهلهم، هو الذي أعطاهم، هو الذي متعهم بهذه المواهب. لا ننسى الله سبحانه وتعالى، نسوا الله فنسيهم. لا بيكون في توازن، نذكر الناس بفضل الله ونعمة الله، لا نكون مثل قارون قال إنما أوتيته على علم عندي. نعم. بعض الناس يظن أنه ما وصل إليه بتخطيطه وبذكائه وبدهائه وبعلاقاته، وإذ بالله سبحانه وتعالى يخذله من حيث لا يحتسب. جيد. طيب دكتور، دعني نتحدث من ناحية اجتماعية. الآن نحن في مجتمعنا داخل الأسرة مثلا، والتي هي نواة المجتمع، ألا نعاني من مشكلة جفاف الحب؟ نعم، هذه معاناة كبيرة جدا. طيب. وأنا تأتيني اتصالات كثيرة جيد. بمثل هذا. أنا أقول يجب على الأب أن يضفي أو أن يفيض مشاعره على أهل بيته، على زوجته، على حتى بناته. نعم. حتى يضم بناته، يشعرهم بالحب، يشعرهم بأنه يعني مثلا معجب بشخصيتهم، لأن البنات سبحان الله إذا لم يجدوا المحضن في البيت فإنهم سيضطروا، أو لا أقول سيضطروا، سيبحثوا عن ملاذ آخر، ملاذ آمن أو غير آمن. بعضهم يذهب ملاذ آمن، بعضهم غير آمن، لأنه فعلا فقد الحب. حتى الأم والجواري أحيانا الأم أيضا الأم نعم. للأسف الشديد تعامل بناتها بقسوة وبإقصائية. نعم. وحتى إذا بنت عبرت عن شيء اتهمتها، أصبحت البنت سبحان الله تخاف من الأم، لكن تسر لصديقتها، وأحيانا تسر لغير صديقتها، أحسن. الجنس الآخر. أحسن. نقول يجب أن يكون البيت يسود فيه الحب. حتى الأب يجب أن يعبر عن حبه لزوجته أمام أبنائه، يقول أحبك، ما في شيء. والأم تعبر عن حبها، يجب أن تسود لغة الحب بين الزوجين، بين الأب والابن والبنت، بين البنت والأب. النبي صلى الله عليه وسلم كان دخلت عليه فاطمة اعتنقها وقبلها. نعم. وكذلك العكس، قامت إليه، وحتى الحسن والحسين، والحسن والحسين كان يقبلهم. نعم. فإذا يا أخي الكريم، هذا الحب قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أحسن. الحب أساسي في دخول الجنة. طيب أيضا كذلك نعاني دكتور من مشاكل حادثة في هذه الأيام، وهي العلاقة الغير شرعية بين الشباب والفتيات. بات الشباب أصلا حتى وسببه قد يكون الجفاف داخل الأسرة. نعم. بات الشاب يبحث عن فتاة يحبها، وكذلك الفتاة تبحث عن شاب. هذا شيء غريزي. نعم. فطري. الآباء كانوا من الأسباب. الأب يمنع الحب، حتى إذا فتاة مثلا عبرت يوم من الأيام أقفل عليها الباب أو منعها من الاتصال إلى آخره. فالمهم حتى إذا أحب شاب فتاة وأحبته، فالواجب على الأب أنه كولي، إذا كان في تناسب بين هذين الشاب والشابة، الواجب على الولي أن يسهل العلاقة الشرعية بينهما، وهذا لا أن يكون حاجز. أحسنت. بينهما. هذا حادث في القرآن، إن خير من استأجرت القوي الأمين. الولي هو الذي يتولى مصلحة موليته. نعم. الآن أكثر الآباء لا، يعني يتعنت ويريد أن يزوج ابنته ما يراه هو، لكن لا ما تراه هي. دكتور جيد، هذا بالنسبة لولي الأمر. طيب على الشاب والفتاة، من تعلق مثلا قلبه بحب فتاة، ومن تعلق قلبها بحب شاب، يذهب لخطبتها، هذا الواجب، يذهب لخطبتها ويتقدم مع أهل الخير والصلاح أو من أسرته، يعني ينظر إليهم ويوسطهم في هذا الموضوع، ويدخل على الأب طبيعي يعني، ويبذل الجهود الممكنة في خطبة هذه الفتاة وفي الزواج بها ويتمسك بها. نعم، ولا بأس بهذا. ويناصح الأب إذا كان متعنت، يرسل له من يناصحه من الدعاة أو من المستشارين الاجتماعيين أو غير ذلك، لا بأس بهذا، لأنه هذا أمر يا أخي فطري. وبعدين يا أخي إذا كان الإنسان دخل الحياة بحب فإنه سيحسن هذه المرأة في الغالب، إذا كان الإنسان يعني حب منضبط يعني. نعم. وأفضل أنك تدخل ابنتك على شخص لا تحبه أبدا. نعم. أو لا تحبه إطلاقا. نعم. نعم، هذا قد يؤدي للشقاق والاختلاف، وقد لا يكون في انسجام بالشخصية. جيد. نعم، ولا في التئام. فالمشكلة الآن هذه الآن معاناة كثير من الفتيات، أن أبائهم يمنعونهم من الزواج بمن تحب، إذا كان هذا الشاب يعني فعلا كفء لها، يعني صرف الحب في مكانه الصحيح. أحسنت. إحنا دكتور حقيقة وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. موضوع يحتاج إلى حلقات كثيرة. أحسنت. نعم، سبقتني القول. أنا شاكر جدا جزيلا لك دكتور محمد شكري حجازي، المشرف العام على شبكة أطياف والمستشار الاجتماعي. شكرا لك. وأنا أشكرك على أدائك المتميز، وأشكر المشاهدين والمشاهدات من الشباب والفتيات. نعم، يعطيك العافية دكتور. أنتم أعزائي المشاهدين، حقيقة في ختام هذه الحلقة ما تمالكت إلا أن أجمع لكم هذه الأبيات الشعرية.
رحل الكرى عن مقلتي وجفاني، وتقرحت لفراقكم أجفاني. نفسي تتوق إلى اللقاء وإنه يزداد عند لقائكم إيماني. قد كنت أطمع باجتماع دائم واليوم أقنع باللقاء ثواني. ما قلت زورا حين قلت أحبكم، ما الحب إلا الحب في الرحمن. وأنا أحبكم في الله عز وجل. مشاهدين الأعزاء، ألقاكم بإذن الله في صباح الغد في رعاية الله.